اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيين؟ نتمنى لكم كلشي بخير وعلى خير واموركم في افضل الحال وكلشي على ما يرام. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم الجديد والجديد ديال اليوم. هو كما كتشوفوا في الصوره دابا، هذا هو القطيع ديال السمان اللي كنت وضع في الفقاصه هذه تقريبا واحد الشهر. كاين قطيع ديال السمان وكاين ديال الدجاج. هذا اللي كتشوفوا دابا هو ديال السمان. هانتوما ما شاء الله كما كتشوفوا هذا في العمر ديالو 15 يوم. ديجا كنت وعدتكم غادي ندير فيديو ديال كيفية ديال الاستقبال، ولكن كان الجو بارد، توصل كان 2 درجات، 3 ديال الدرجات في واحد الوقيته بالليل. الهم الكبير اللي كان عندي هو كيفاش انني نوفر درجة الحرارة اللي غادي تناسبهم باش ما يبقاو في واحد الحالة اللي هي مزيانة كما كتشوفوا. هذا اليوم الخامس عشر كما كتشوفوا. يلاه بديت اليوم الفرشة، وهذه مسألة مهمة خصك ديرها في عين الاعتبار. بالنسبة للكتاكيت إذا توسخات ديما الفرشة ضروري خصك تبدل، كيبقى على حسب الكمية وعلى حسب المساحة ديال الحبار. أنا بقات معايا 15 يوم، مي دابا فاش كبروا غنولي كل سيمانة غير خصني نبدل. هادو هما الكتاكيت ديال الدجاج اللي كيما قلت لكم في الفيديو السابق. هذا ديال البيض ديالي أنا، يعني ما خديتش شي بيض خروله، خليت السلات اللي عندي هو اللي خديت منه البيض وفقصته. من اصل 160 بيضه اللي كنت درت ديال الدجاج، خرجت ليا 140، يعني 20 هي اللي ما تفقصاتش. كما غادي تلاحظوا انا ما وضعلاش الرابه لا وكاله، يعني ديجا يلاه ان شاء الله باش بدلت الفرشه هذه تقريبا واحد نص ساعه. مي دابا واحد شويه غادي نرجع نحط لهم كلشي وغنوليو نرجعو نشوفوهم من بعد. هادو اللي كتشوفوا دابا هما البيض اللي كان صيفط ليا خويا ياسين، اللي كنت ديجا وضعت فيديو اللي كان صيفط ليا البيض يعني من مدينة خيرونة. هادو هما الكتاكيت اللي من اصل كنظن 25 بيضة، بقات ليا شي 16 حبة. نتوما كتشوفوا الشكل ديالهم يعني تقريبا كما كان اللي كان عنده في القطيع كما شفتوا في الفيديو اللي قبل. وانا غادي نخلي لكم الفيديو، رابط الفيديو في صندوق الوصف، اللي ما شافوش يمكن له يرجع الفيديو باش يعرف الاصل ديال الكتاكيت كيفاش جاو بالتفاصيل. كان عندهم اليوم العاشر، الفرق بيناتهم 5 ايام، يعني البيض كان وصلني معطر، كنت باغي ندير كلشي في بلانه وحده. هانتوما الاخوان بعد ما رجعنا وحطينا ليهم العلافه والشرابه ديال الماء، هانتوما دابا يمكن لكم تشوفوا الصوره واضحه. الحجم ديالهم زوين ان شاء الله ما شاء الله، يعني حتى العلف اللي كنت خديت اخر مره يعني كان جديد. يلا الا خرج بحال اليوم لا غدا كنت قضيته، يعني بانت الفاعليه. حاولت ما امكن نتجاوز ديك درجه البروده الجو اللي كان شويه صعيب، لكن الحمد لله دازت المرحله بخير وعلى خير. ما كانش عندي شي وفيات من ناحيه ديال الدجاج. السمان كانوا كاينين شي شويه، لان هذاك في الغالب كيكون وفيات لان كيكون الحجم ديالهم صغير. هما فيهم واحد الطبيعه ديال ان كيبقاو يتجمعوا على بعضياتهم، كيبقى واحد المده كبيره. هذاك اللي كيكون تحت بحال ما كيبقاش يتنفس صافي كيما. السمان بقات ليا دابا 250 حب، ودابا حاليا الحمد لله يعني تجاوزوا المرحله ديال الخطر. دابا في العمر ديال 15 يوم، يعني الامور مستقره. فقط اني الحضانه يعني باش تقدر تنجح فيها الفلوس بالضروره خاصك توفر ديك درجه الحراره اللي مطلوبه 32 33 درجه. تكون عندك فرشه، شرابه، وكاله. نتوما كما كتلاحظوا يعني حتى البوله ديال السخون يعني وليت محتفظ غير بوحده. في الاول كنت داير جوج للدجاج وجوج للسمان، ومن بعد يعني خليته غير وحده ديال السخون في كل بلاصه. مع الوقت غادي نجمو نحيدهم بجوج، نخلي غير البوله ديال الضو. وفاش يكبروا ان شاء الله يعني يوصل العمر ديالهم واحد الشهر. بالنسبه للكتاكيت ديال السمان اكيد راه غادي نمشيو للقفوزه، يعني كتكون مازال لهم غير واحد 10 ايام وغادي يبداو في الانتاج ديال البيض. اما الدجاج غادي نبدل ليهم البلاصه اللي غادي تكون مساحه كبيره شويه، وغادي يكونوا هما اصلا وصلوا لمرحله ديال يقدروا يتعايشوا مع الجو، ولكن بالضروره خص توسع عليهم البلاصه، لانه في شهر
غادي يكون الحجم ديالو كبير، ما غاديش يتقدم الحضانه. وهنا ان شاء الله يعني في المراحل ديال التطور ديال هذا القطيع غادي نبقى نحط فيديو. ما عليكم غير تشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. الا وانا كنقول لكم ساعتكم سعيده، ونتلاقاو فيديو جديد. خليكم الراحه والسلام عليكم ورحمه الله.